جينا بقى للسمكة بتاعتنا الشعبية الأولى، أحجام كبيرة جدا بولتي، و يعني دي داخلة على الكيلو وربع، كيلو ونص. سمك كبير ومميز بانه لونه ابيض غير اللون البولتي الطبيعي اللي احنا بنشوفه اللي عاطي على رمادي. لا، ده عاطي على ابيض شويه. احجام كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشتركي القناه ومشاهدي القناه، السلام عليكم ورحمه الله. بنرحب كالعاده كل مشترك القناه الجداد وبنوعدهم ان شاء الله هنشوف كل جديد معانا، وهنكونوا عند حسن ظن الجميع ان شاء الله. بس المزاج يروق والاكتئاب اللي ملازمنا بقاله فتره ده يمشي بعيد عننا شويه. طبعا شعب عربي بالكامل، مسلمين ومسيحيين، مستائين جدا من اللي بيحصل. اغلبيه شعوب العالم مستاءة جدا من اللي بيحصل لاهالينا ولاخواتنا في فلسطين. لا نملك سوى ان احنا ندعي لهم: اللهم انصر المستضعفين في الارض، الا ان نصر الله قريب. النصر آتي لا محالة يا جماعة، بس ربنا سبحانه وتعالى أكيد له حكمة في التوقيت. الاعتداء الغاشم ده زاد عن الحد. مفيش نفس الواحد ينزل فيديوهات. أنا في فيديوهين صيد يا جماعة موجودين وجاهزين، هنشوفهم مقطع في آخر الفيديو ده، حتة كده من الفيديوهين اللي إن شاء الله هنزلهم في التوقيت المناسب إن شاء الله. الواحد ملوش نفس يعمل أي حاجة. النهارده بناخدكم كده وبنروحوا رحله تثقيفيه علميه ترفيهيه، نطلعوا شويه من اللي احنا فيه. اللهم انصر المستضعفين في الارض، حسبنا الله ونعم الوكيل. يلا بينا كده نشوفوا مع بعض الاحياء المائيه في اسكندريه اجواءها عامله ازاي. الاسماك، نتعرف على الاسماك. البحر الابيض، البحر المتوسط، البحر الاحمر، نهر الامازون، نهر النيل. يلا بينا مع بعض. طبعا زي ما احنا شايفين المارينا، احنا طبعا بنقول عليها مارينا. بصوا بتحب تعيش مستخبيه دايما. طبعا سنانها قويه جدا جدا جدا، وطلعناها قبل كده طبعا بالبوصه كتير. يعني بتحب الجمبري، تحب السمك بانواعه. لو حطيت لها حته سمك بتخش عليها. سنانها مواسه يا جماعه. بصوا دي طالعه ازاي. دايما بتحب تعيش جوه الصخر نفسه، جوه الوعر نفسه. مسمينها ايه هنا؟ الموراي، ثعبان الموراي. احنا بنقول عليه مارينا هنا. ودي أملة يا جماعة. دي بتعيش أحيانا مع الدرافيل ومع القروش. دي أملة القرش أو أملة الدرافيل. سبحان الله على العينين، على تناسق الألوان، الانسيابية نفسها في السباحة. في شراريش اهي، بس محطوطة مع أسماك تانية. طبعا في أسماك كتير قوي احنا كلنا أول مرة نتعرف عليها. فيها شراريش اهي، في شراريش عايشين معاهم. سمكة نابليون. السمكة دي أحجامها بتكبر جدا. دي اهي. وفي عضادايه اهي، في عضاده اهي.
طبعا كأنها طايرة يعني، سبحان الله. ده طبعا وقار 111 اهو، على نخاشيشه هتلاقي ال 111 طبعا بنصطادوه ده في المتوسط. قرافس اهي، نوع من انواع الوقار اسمه اورفوس، وقار كبير نوع تاني. ادي ال 111 اهو يا جماعه، في على النخاشيش كده 3 شرط 111. تعالوا نشوفوا بياناته ايه. اسماك كتير اول مره نتعرف عليها يا جماعه، شبيه بالبولتي، حجمه طوله حوالي مثلا 35 سنتي، وزنه ممكن يخش على 2 كيلو. الوان خطيره جدا سبحان الله يعني. ده طبعا سمك الكاليكو اللي احنا عارفينه بنربيه في احواض السمك عندنا. طبعا الكاليكو احجامه بتكبر عن كده كمان يعني. احجامها كبيره يا جماعه مش صغيره. دي سمكة الأوسكار يا جماعة، دي في الأنهار، بتعيش في الأنهار وغالبا في الأمازون. هنشوف كده بياناتها إيه. في الأمازون يا جماعة، والميسيسيبي كمان. طبعا احنا عارفين ان نهر الامازون في امريكا الجنوبيه، ونهر الميسيسيبي في شمال شرق الولايات المتحده. اعرف ان هو اسمه ماسح الازاز، هنتعرف على اسمه دلوقتي. احجامه برضو كبيره، بتتراوح برضو من 25 ل 30 سنتي. وشايف بولتي اهو، بس نتعرف الاول على اسم اللي بيمسح الازاز ده، اللي بيتغذى على الفطريات اللي على الازاز، ماشي في اسرار. اسمه ايه؟ سمكة البلاك ستونز، ماسح الزجاج. ودي سمكة بنربوها وهي صغيرة في احواض السمك، هي تقريبا اسمها سمكة الدولار تقريبا يعني.
احجامها برضو كبيره. ايوه صح، سمكه الدولار الفضي في الامازون. دي سمكه البغبغان يا جماعه. مجموعة سلاحف صغيرة على متوسطة مع الأم الكبيرة اهي جوه. دي زي ما احنا شايفين الترس يا جماعة. نتمنى ان النهارده الجوله تكون عجبتكم. الواحد حب ان هو يسلي الناس شويه، يطلع الناس من اللي احنا فيه شويه. حسبنا الله ونعم الوكيل. تاني مره داعمين كلنا للقضيه الفلسطينيه. هسيبكم بقى مع شوطين الفيديو اللي احنا ان شاء الله هننزلهم في التوقيت المناسب، وان شاء الله انتظروا فيديوهات صيد ممتعه ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. ايه ثواني يا حاج. لسه ما نطقتش. ندعت، خدت حتتين. دلوقتي انت طبعا واخد البقره. زي ما انت، اوعى توقع حاجه في الميه بس.